الفنانة شويكار بطلة مسرحية ريا وسكينة. تعالوا نشوف الحكاية ايه. مسرحية ريا وسكينة كانت مكتوبة للفنانة شويكار، وفي يوم كانت الفنانة شويكار عاملة حفلة في بيتها وعازمة فيها أصحابها وحبايبها في الوسط الفني، وكانت أقرب واحدة ليها في الموجودين سهير البابلي. ولما شافهم المنتج سمير خفاجة رايحين جايين مع بعض وهاتك يا كلام وضحك وهزار، قرب منهم وبيقول لهم انتم شكلكم كده زي ريا وسكينة، كفاية ودودة بقى يا ست شوكار وشوفي باقي ضيوفك. سابتهم شوكار وراحت تشوف ضيوفها، وقعد سمير خفاجة وسهير البابلي يتكلموا عن ريا وسكينة وجرايمهم. وفجأة لمعت في دماغ خفاجة فكرة انه يقدم ريا وسكينة من وجهة نظره المختلفة، ان ريا وسكينة ضحايا قبل ما يكونوا مجرمين. الفكرة عجبت سهير خصوصا انها جريئة ومختلفة، وقالت له تعالى نعملها مع بعض. طبعا سمير خفاجة ما كدبش خبر، وبدأ يتكلم مع الكاتب بهجت قمر عشان يكتب المسرحية. وبدأت الكتابة على أساس إن شوكار هتعمل دور سكينة وسهير هتعمل دور ريا. لكن المشكلة إن سهير في الفترة دي كانت بتصور فيلم برا مصر، ولما حاولت توفق المواعيد فشلت، فاعتذرت عن المسرحية رغم إنها كانت هتموت عليها. حماس سمير خفاجة للمشروع كان أكبر من إنه يتعطل لأي سبب، وعشان كده طموحه خده لآخر السقف، وقرر إن يعرض الدور على شادية اللي كانت وقتها بتفكر في الاعتزال. وفي اليوم اللي اتصل بيها حسين كمال عشان يعرض عليها الدور، لقاها بتقوله إن عايزة تعتزل، فرد وقال ده أنا بكلمك عشان أعرض عليك الدور عمرك. فقالت له لا يعني إيه، أنا بقولك عايزة أعتزل تقولي دور؟ فقال لها طيب على الأقل اقري الأول وبعدين احكمي. وفعلا قرت شادية الدور ووافقت على إنها تعمل ريا، وآخر مسرحية في مشوارها الفني. وطبعا كان خبر انضمام شادية للمسرحية مفاجأة للكل، وحس سمير خفاجة إن مشروعه الجديد هيكسر الدنيا. لكن فجأة شويكار اعتذرت، وكان فؤاد المهندس سبب القرار، لأنه أقنعها إن المسرحية هتفشل وإن الجمهور مش هيتقبل يشوف ريا وسكينة بالصورة دي. وبما إنه كان الأستاذ بالنسبة لها فاعتذرت. قعد خفاجة وقمر وحسين كمال يضربوا أخماس في أسداس ويشوفوا مين بقى هتبقى البطلة التانية قدام شادية. وفي يوم عرفوا إن سهير البابلي رجعت مصر، فكلموها ورحبت جدا، بس المرة دي رجعت على دور سكينة رغم إنها في البداية كانت هتعمل دور ريا. وبعد الاتفاق مع سهير وشادية اتفقوا الثلاثي خفاجة وحسين وقمر على عبد المنعم مدبولي يعمل دور حسب الله، وحمدي أحمد يعمل دور عبد العال. وتم الاتفاق من أول يوم، لكن لما بدأت العروض بدأت المشاكل لحد ما تم خلع حمدي من الدور. حمدي في أكتر من حوار قال إنه انسحب ومحدش مشاه، لأن وقتها كان نائب في البرلمان وعروض المسرحية بتخلص متأخر، فمش بيعرف يروح الجلسات الصبح. وقال كمان إنه كان بيختلف كتير مع عبد المنعم مدبولي بسبب ارتجاله وخروجه عن النص. أما السبب الأهم فكان خلافه مع شادية لما خلاها في مرة بتحيي الجمهور وقال لها خلصينا بقى مش لازم تقعدي كل ده. وكانت دي مربط الفرس، لأن شادية غضبت جدا من موقفه، ولما لقت مشاكل بتزيد في العرض قالت لا أنا لا هو، وفعلا كانت هي. حمدي أحمد عرض المسرحية 8 شهور، وبعد ما تم استبعاده جه حسين الشربيني لفترة قصيرة جدا، ثم اعتذر بسبب انشغاله بالسفر، فجابوا أحمد بدير. وكانت المسرحية سبب في شهرة أحمد بدير، وكانت وش السعد عليه والانطلاقة الحقيقية القوية للنجم أحمد بدير. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.